ما تيجي اقول لك هينزل ايه في التحديث القادم في لعبة فري فاير. شوية اضافات جامدة جدا، واول اضافة شخصية جديدة. الشخصية دي هتخليك هاكر بمعنى الكلمة. الشخصية دي بتكشف اماكن اللعيبة اللي قصادك زي ما انت شايف اهو. بيكشف لك مكان الاعداء بالظبط، يعني اكنك مفعل وبتلعب بالهاكر. وتاني شخصية او تاني حاجة وهي سلاح شوتجان. الشوتجان ده جامد جدا يا جدعان، بيضرب طلقة واحدة بس جامد جدا. تعال نشوف الإضافة التالتة معانا وهي زيب لاين. بيوديك في أي مكان في لعبة فري فاير، يعني هتلف الخريطة كلها في دقيقة واحدة، وهتقدر تخش البيوت من غير ما تطلع السلم زي ما انت شايف كده. وكمان إضافة عربية جديدة شكلها أسطوري يا جدعان. اللعبة بتبهرنا شوية بشوية. تقدر كمان من خلال وانت راكب العربية دي أو أي عربية هتقدر تضرب على الأعداء بكل سهولة. وكمان دي شكل الخريطة كده، ضافوا زبلاين كتير في اللعبة زي ما انت شايف اهو. تقدر تتحرك في أي مكان تروحه هتوصله في دقيقة واحدة زي ما انت شايف يا جدعان. وكمان أضافوا أشكال جديدة في الكلوك تاور. كمان تقدر تطلع على الفاكتوري من خلال الزبلاين ده، يعني هتقدر تروح في اي مكان في ثانية واحدة يا جدعان. وكمان شكل الدروب اتغير، منزينه كأنه هدية كده، بتفتحه بتلاقي اللوت موجود على الارض. ده شكل الدروب الجديد. وكمان الزبلاين العادي هتقدر تركبه زي ما انت شايف كده، وتقدر تضرب على الاعداء وانت راكب. وكمان تقدر تغير اتجاه ترجع تاني وانت في نصه، بدل ما تنزل في الاخر وترجع تاني. ودي شاحة الانتظار زي ما انتم شايفين كده، نفس الشكل بس غيروا في اللون والحاجة. والساحة دي الصراحة أنا ما بحبهاش. وزي ما انت شايف كده الكلوك تاور ضافوا فيه زينة كده وأشياء خرافية بمعنى الكلمة. زي ما انت شايف كده بوابة وشكل جميل وشكل الهالوين في الكلوك تاور، مسيطر على الكلوك تاور بالكامل. وبس كده يا جدعان، دي الإضافات اللي هتنزل في التحديث القادم. متنسوش اللايك والاشتراك. سلام.